السلام عليكم شباب، شلونكم اخباركم؟ اليوم راح ننزل لكم فيديو عن المزرعة عن الدجاج. الحمد لله بخير، هسه بدأ بالانتاج وعندنا مفاجآت همينه. هاي عندنا بقنا اثنين، واحد شلعها وواحد انطيناه هدية لشخص، وعندنا هناك كركنا دجاجة ثانية، خلينا نقول بنتها هاي الحمراء كركنا ثانية، وعندنا بعد وحدة هم راح نكرك. عندنا هنا من الفرايج خليناها من البراهمة، وهذه من الدجاجات مالتنا. عندنا أول مفاجأة، هذا احنا نسميه قبج أو الحجر الشمالي أو الشنار. من زوج فروخ جبناهن. عندنا هنا هذا القفص سويناه، هذا تذكرون في قفص كان هناك فلشناه من هناك، هنا صار قفص شكبره من ثبت على الحائط. هنا خلينا طيور الحب، هذا الزوج نفس القديمات. وهنا مفاجأة جتنا هدية زوجين فنجس من شخص عزيز علينا، اللي هو مربي الفناجس والزبرة فينش سيف. راح ننزل الفيسبوك ماله والانستغرام، هم ينزلهن اياه. هذني صار لهن كم يوم هنا، فريد اساس اجيب لهن بيوت، خلي لهن بس على ما يتعودن على المكان شوية. وهذني الفناجس وطيور الحب راح انزلها على القناة الثانية، يعني هاي القناة تاخذها بس للدجاج، والقناة الثانية لطيور صغيرة. فناجس طيور حب عيش. وان اهم شيء الاشتراك بالقناة، لايك واشتراك بالقناة لا تنسون. فما شاء الله بدأنا بالإنتاج البيض. ما شاء الله، هنا اكو، هنا هم اكو، وهاي راقدة او كاركة او راجنة. هذه الدجاجة اليوم هم راح نخلي جواها بيض، هسه راح نسحب البيض، خاف عليه لا يخرب. وهذا اليوم اذا الله سهل المغرب هم نلقاها مكان ونومها. ثلاثة واثنين جاي. هذا النمو هسه تقريبا عندنا بقت من الكبار هذه وذيك السوداء بعدها الماكاكات، وللبقية فراريج السنة. هاي الصفرة، هاي البيضة، هاي السوداء، هذيك وحدة من مالات السنة كركناها. نبدي منها هذه مع الأسف، يعني فقدت واحد من الكبار وضفنا لها 4 نوب همينة ما عاش، ما أعرف باردة أو ما أعرف شنو السبب.